السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم حلويات العيد اللي هي كتجي 4 ديال الاشكال بحويجات رخاصين وكتجي اقتصاديه. لا قد تجيب هنا في القصعه درت 200 غرام ديال الزبده على حراره ديال المطبخ، ياغورت طبيعي، عندي فاني، خميره الحلويات ديال 7 غرام، وعندي 200 غرام ديال السكر، عندي 150 مليلتر ديال الزيت نباتيه، وعندي 2 بيضات، عندي هنا 2 معالق ديال النشا ورشه ملح، وتقريبا عندي 900 غرام ديال الطحين اللي غربلتها. صافي وجدت هكا هي الزبده، لحت فوقها السنيده، درت فوقها هكا هي سكر فاني، معكتهم شويه ودرت دوك البيضات لحتهم لانهم على درجه ديال المطبخ. كنطربهم هكا هي في القنت ديال الكسعه بوحدهم، عاد كنخلطهم مع الزبده، وكنبدا نزيد في ديك 200 مليلتر ديال الزيت النباتيه بشويه بشويه، وانا كنمعك في الزبده خاصها تولي بوماد. صافي وكنبدا هذاك الياغورت الطبيعي غادي نزيدو حتى هويا الياغورت الطبيعي ورشه ملح. الياغورت الطبيعي راه كيعطي واحد الرطوبيه، زائد دوك 2 معالق ديال النشا اللي كيزيدوا الهشاشه ديال الحلوه، واخا تبقى لكم في الفريكو حتى 4 شهور كتبقى الحلوه رطبه وكتبقى هشيشه. هنا بديت كنزيد في هذا في الطحين حتى هو تكون ماركه مزيانه. الحلويات ملي تكونوا غديروهم ما فيها باس الا خديتو شي ماركه تكون زوينه، وغير بصبع يديا كنجمع العجينه ديالي. وهنا غندير خميره الحلويات. هنا عندي انا الخميره الحلويات هاد الساشيه فيها 15 غرام، يعني غادي ندير غير نص ديالها، وكنبقى نكمل في الطحين وانا كنجمع غير بالصبع ديال يديا باش ما تهش ليا العجينه بزاف ديال الطحين وتجي مدقصه وتجي قاصحه. صافي لاحظوا القوام ديال العجينه راه كتجي هكا هي طريه. انا خليتها مازال خاصه الطحين لانني غادي نزيد نسمها بحويجات يقدروا ينشفوا لي العجينه، وملي كنشوف انها خاصه الطحين كنزيد شويه الطحين. ديك 900 غرام اللي هكا غربلت بقات لي فيها 100 غرام، راه هي كاين عندي في البول، هي اللي غادي نبقى نجمع بها العجينه حتى توصل القوام اللي انا بغيت، مع المنسمات. يعني بحال بغيتي ديروا الشوكولاط هكا هي المر راه كينشف العجينه، دونك هذاك ما غادي دير والو. اما الا بغيتي ديروا بحال دابا انا هنايا العجينه الاولى درت الكوك محمر. الكوك محمر راه كيديروه في الصابلي، كيجي في الصابلي زوين، وفي الغريبات كيعطي واحد التقرميشه ملي كتكونوا تاكلوا فيه كيجيكم رطب وفيه واحد التقرميشه ديال الكوك هكا نيه محمر. غير كتاخدي الكوك كديري في المقله وكتبقاي دي وتجيبي فيه حتى اللون ديالو كيولي هكا نيه محمر، راه كيجي غزال غزال حسن من الكوك هكا نيه ابيض. صافي خديت القطعه الاولى طلقتها هكا ما بين 2 كواغط باش كتسهل عليا ودغيا دغيا نسالي العجينه ديالتي. السمك ما كيكون لا رقيق لا غليظ، يعني متوسط. وخديت هاد الطابع هذا اللي عندي تقريبا شي عام ما عمرني استعملته، قلت اليوم جات النوبه ديالته. صافي كنطبع وكنقلب هكا نيه وكندفع الجهه ديال هكا الجهه التحتانيه، هكا نبدا نخرج فيه وندور بالحلوى حتى كنخرجها سوفي سوف، يعني سال ما كنخرجها مشرطه كتبقى بانها زوينه. وكنعاود ندخلو في الطحين باش ما يلصقش لي على الحلوى ولا على العجينه لانها فيها الزبده. العمليه سهله. صافي كندور مع الحليوه كلها حتى كنخرجها وكنصففهم. راه هاد الحلوه كتجي زوينه، عندها بزاف الفكرات باش كتعمروها بالكراميل هنايا وباللوز ايفيلي، كتجي شهوه منها. وفيها 2 ديال الطابع، يعني فيها هاد الجهه طابع والجهه الاخرى طابع واحد اخر. كاين واحد اللي فيه شريطات والاخر غير سامبل، اي بجوجهم زوينين. انا اليوم استعملت هذا اللي فيه، هذا ماشي هذا اللي استعملت اليوم، لاحظوا هذا ما استعملتوش، درت هذا اللي فيه واحد الشريطات. مره كتعمر لكم دوك الشريطات هكا بالطحين تعاودوا تسوسوهم وباش تبقى لكم ديك الطبعه كيف ما تلاحظوا معايا هذه كيفاش كتبان ديك الطبعه بانها فيها دوك الشريطات اللي هكا هي دايرين.
كملت الصفيحه الاولى ها هي، وبقى لي تقريبا شويه ديال العجينه اللي باقا هكا نيه فوق البلون دو طرافاي، شي 4 ديال الصابليات صافي. وهنا كملت. شفتوا هذه راه ماشي هي اللي كنطبع بها، كاين عندها 2 ديال الطوابع. هذا فيه الشريطات راه كيجي زويون بزاف. صافي كملت هكا الحلوه ديالي. والثانيه غادي ندير لها الفيرميسيل اللي خرجته من الفريكو باش كيبقى بارد ما يذوبش ليا، لان الكوزينه راه فيها الفران خدام والكوزينه كتكون سخونه. ضروري خصكم نخرجوه من الفريكو باش كيبقى محافظ لينا على الشكل ديالو زوين ما يذوبش. نزيد شويه الطحين تقريبا غير هكا نيه بشويه بشويه كندير الطحين، وانا كندخل في داك الفيرميسيل حتى كتجمع العجينه ونبدا نشكل فيها. هنا الشكل الثاني غندير واحد الغريبه هكا نيه. هاد الغريبه سميتها حلوه ديال العش اللي عندها حتى هي الطابع ديالها راه فايته. خدمتها معكم غير بالموس. بالنسبه للناس اللي ما عندهم الطابع راه معكم الغريبه ديال العش بلا طابع، راه خدمتها معكم غير بالموس. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الطابع وبغا يعجب هاد الحلوه بغا ديرها بالموس، خدمتها انايا ما فيها حتى شي اشكال. كندوز هذاك الطابع انا يلاه جابوه لي، لان ما كانش عندي صيفط عليه من المغرب وصيفطوه ليا. يعني نقدروا نخدموه ولا ما عندناش، ما نقولوش هذه ما عندناش ما نخدموهاش. كندوزو في الطحين هكا، كنقاد بصباعي الا جا عوج من شي جهه راه كيجي حتى هو حلو. هنا بديت الحلوه الاولى ديالتي كنطيب فيها، ولكن ملي كنطلع لها على الفران كتبان لي بانها الوسط ديالها الخميره تنفخات وما بقاتش عندي ديك الخويه. دونك واحد العويد كنعاون بيه باش كنعاود نحفر هذيك الحفيره باش تبقى الحلوه شاده المنظر ديالها زويون. هاد الحويجات بزاف الناس ما كيوريهمش ليكم، ولكن راه مهمين بزاف. هانتوما الغريبه ديال العش كتجي هكا متوله وزوينه، باقي كاع ما قاديناها ما ديكوريناها لا والو، وكتجي حلوه. بالنسبه للطياب ديال الحلويات نسيت ما قلتش لكم، الفران كنشعلوه غير من التحت بوحدو، كنديرو على 180 درجه. كنحط هكا هي الحليوه ديالي ندخلها الفران وكنبقى مقابلاها حتى هنا نقصتها 180 درجه، وغادي ندير غير لتحت. ملي تبان ليا صافي خدات داك اللبين مذهب كنشعل الفوق. هنا العجينه الثالثه ولا الكره الثالثه غادي ندير لها الفيرميسال هكا نيه اللي ملون فيه هكا دي كولور الحمار الصفار خضار، كيجي لك حتى هو المنظر ديالو زوين. العجينه ملي كتبان لكم كتلصق على بون طرافاي يعني خاصها شويه ديال الطحين ما فيها باس. وانا كنزيد في الفيرميسال وكنشوف اللوينات كيبانوا ليا زوينين. غنديو نجيب العجينه نجمع البلون دو طرافاي تنقى، ندير هكا نيه بابي هكا فوق باش كيعاونني الحلوه دغيا كتسهل عليا ما تبقاش لاصقه ليا على البلون طرافاي. وتا هو درت هاد الطابع ها هو اللي تا هو زوين كيجي هكا نيه مستطيل، والخويه ديالو هكا نيه بغيتو تعمروها باش ما بغيتو بالشوكولا بالكراميل باللوز ايفيلي باللوز كونكاسي باش ما بغيتو. انا هاد الساعه باقا يلاه كنفكر اش غندير. وجدت شي حويجات، ولكن ملي كنكون كنوجد في الحلوى الافكار كيطيحوا من السماء. هادشي اللي كاين. كنكمل هكا الحليوه ديالي ندخلها حتى هي الفران. هنا بقى لي الشكل الاخر كان عندي كاوكاو اللي هو محمر، قلت راه الشكل الاخراني ندير فيه كاوكاو محمر لان تا هو البنه ديالو كتكون بنينه بزاف. كنزيد شويه الطحين نديو نجيب العجينه ديالتي تجمع ليا تقاد ليا تولي هكاك هكا هي القوام ديالها ديال الخدمه ما تلصقش صافي، ونبدا نشكل فيها. هنايا هاد الشكل الثالث اللي هو المستطيل حتى هو الخويه ديالو اللي كتكون لداخل خاص ضروري هكا هي نخدموها في الفران نعاونوها باش تبقى خاويه لينا لان الخميره كتنفخ. بقات لي هنايا غير الاخرانيه اللي هي غادي ندير فيها شويه كاوكاو. هنايا غادي ناخذ العجينه ديالتي غندورها هكا نديرها دويبيرات بحال غنديرو هكا نيه كعب غزال ولا هلال. هاد العجينه راني درت فيها هكا نيه كاوكاو محمر صافي غادي نديرها هكا نيه تقريبا بحال شي هلال. صافي الحليوات ديالي كنطيبهم. كاينين شي وحدات اللي تلتهبوا ليا هادو لانني كنت سهيت عليهم، اما شي الاخر لا خصو يطيب اللون ديالو طايب ولكن ما خصوش يتحمر بزاف. هادوك ماشي مشكل نخليهم نشرب اتاي ديالنا حنايا، والشي الاخر كنخليه للعيد هكا بالنسبه للضيوف. هنا باش غنبدا نزوق في الحليوات ديالنا عندي الشوكولا نواغ اللي هكا دوبتو في الماء ماغي، كندير ليها هكا قطيره ديال الزيت نباتيه وكنطربو مزيان
وكناخد الغريبه ديال العش كنغطس ليها غير قنيت ديالها. وباش ما بغيتو تزوقوها عاود تزوقوها، انا غادي ندير ليها واحد لي بتي بيرل بالكولور، هاد الحجيرات هكني غير صغيورين اللي بلوي عندهم اللوان هكا صفار حمار خضر، كيجي المنظر ديالهم زوين. ها هما كنرش هكا رشيشه ديال فوق الشوكولا باش يكون باقي الله سخون يقبطوا صافي، وكنخليهم على جنب حتى وكان يبرد ليا الشوكولا. هذا الشكل الاول ساهل ماهل. صافي ان شاء الله غادي ندوز هكا للشكل الثاني. غادي ناخذ الكونفيتير ديال الفرومبواز، نزيد فيه شويه السكر باش غادي يتعلق، وغنزيد فيه شويه ديال هذا الكولور المونتير ونحطو فوق العافيه حتى وكان يذوب مزيان وكيتعلق تيولي بحال كيتلصق مزيان. وهنا غادي ندير هادو اللي طبعت. خديت هنايا اما ديروا الناباج واما هكا العسل كي بعض المرات الا ما كانش هكا طيب راه كيسيح ليكم، يعني خصكم تردوا البال مع هاد القضيه. كندوز هكا الجناب ديال الكاطو ديالي كلها كندوزها بالشويته، والوسطانيه ديك الخويه الوسطانيه راني هي اللي مرتي حاطه فوق صبعي باش ما تعمرش حتى هي. صافي وكندوزها هكا في الكوك. عندي هاد الكوك هكا اللي رقيق بزاف. راه كاين الكوك فيه انواع، كاين الكوك اللي هكا مطحون غليظ وكاين الكوك اللي مطحون رقيق بزاف. انا خديت هذا اللي رقيق بزاف كيجي زوين بزاف. صافي كنعاود نزيد البليصات اللي كان فيها صبعي ما عامرينش بالكوك، وغادي ندير الكونفيتير اللي قاديتو. هانتوما غادي تشوفوا اللون ديالو كيجي زويون، كيولي هنا قاصع غير كتحطوه كيتبت وما كيسيحش لانه طيبته فوق النار وزدت فيه السكر. كيجي هكا حتى هي المنظر ديالها غزيول. من بعد غادي ندوز عليها شويه الشوكولاط هكا خطيطه رقاقات. وها هي الشكل الثاني كملته. نعاود معكم وحده اخرى. هكا هي اللي عنده الوليدات وكيعجبوهم هكا يعاونوا ما فيها باس، راه كيونسوا كيولفوا، وهذا الشيء كيصلح ليهم حتى هما السيرفو ديالهم يخدموه شويه، ومن هنا نيت يتلفوا الوقت احسن من التليفونات. صافي غادي ندير هكا وحده اخرى معكم وغادي ندوز الشكل الثالث. هنايا عندي هذيك الحلوى الثالثه اللي غادي ناخذ الهلال، ندوز غير جهه ديالها في الشوكولاط. انا كندوز جهه واحده في الشوكولاط وكنرشها هكا بالكاوكاو محمص ومطحون. الجهه الاخرى عفوا غادي ندوزها اما في الناباج واما في الكونفيتير، وغادي ندير ليها الكوك اللي هو محمر. غادي نخليهم غير هكا يبردوا، ندخلهم هكا الفريكو من بعد يقبطوا روسهم. الجهه الاخرى اللي بقات ليا بيضه غادي ندوزها في الكوك محمر باش يلصق يبدا يكونوا جلوينات. بالنسبه لهذيك المستطيله ما درت فيها والو، بما انها هي فيها ديجا اللوان غير من الداخل. كيف ما قلت لكم انا ما لقيتش الكراميل وكانوا المكازات سادات، صافي كلشي سد هما فيا ما بقى يكثر في كثره الكاسرونات. صافي خديت غير الشوكولاط ابيض. وهنايا عندي هاد لي فخوي كونفي ديال الحامض ديال الفريز، خديتهم هكا وكنديرهم في الوسط ديال الكاطو باش كيدير ليا الغابور بانها هاد الحليوه هادي درت فيها لي فيرميسيل ديال كولوري. كتجي حتى هي المنظر ديالها زوين بزاف. الا بغيتو ديروا ليها الناباج باش كتبري، انا ما درت لها والو لانني غادي ندخلهم مجمد. الحلوه كثرت بزاف. كتبقى عندي هنايا لا جاو عندي الضيوف كندوق الصديقات ديالي في الخدمه، صديقات ديالي جاراتي. ايوا وها هو يا كلشي مشى. الحلوه راه كتجي زوينه وكتجي راقيه في المنظر وكتجي شهوه منها وكتبقى رطبه الوقت اللي بغيتو كتبقى رطبه.
هادشي اللي كاين البنات. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بالكلمات الزوينات. وبالنسبه للناس اللي اول مره هكا كيتلقاو بالقناه ديالي، ما فيها باس الا حتى هما تابوناو باش يوصلهم جديد هكا الفيديوهات وجديد. دائما كاين الجديد، وكنشارك معكم الحويجات من القلب ديالي، كنعطيكم نصائح من القلب ديالي. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بألف خير، وباي باي عليكم. خليت لكم الراحه. مازال كنوريكم على التصويرات اللي درنا، والبنت ديالي حتى هي كتصور. واحد صاحبتي كانت عندي حتى هي بدات كتصور. شفتوا التليفونات كيدوزوا، عجبهم المنظر، قلت لهم الي صوروا مع عروساتكم، عطاكم الله اليوم. هادشي اللي كاين البنات. تبارك الله عليكم. خليت لكم الراحه، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.